السلام عليكم أخواتي ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نعمل معاكم مخيم جلبانة. جلبانة خضراء برشكة، هذا وقتها. بشوية بسباس، لا لحم ولا حتى شيء. اللحم كما تعرفوا غالي، نحاول ديما نبعدو على الوصفات اللي ما فيهاش اللحم، وراهو كي تجربوها ما تندموش. يجي طعمها سمح، تجي بنينة، نفس المذاق، ما ثم حتى اختلاف بالنسبة ليا. طيبتها برشا مرات بالطريقة هذه من غير اللحم. الوقت الجلبانة تو هذا وقتها نستغلوها لما حالة غالية شوي. احنا في الجهة متاعنا كانت في الموسم هذا تبدا رخيصة وناكلوها بالباهي. تو بصراحة مازالت غالية برشا. واش نعمل معاه؟ طاجين البروكلي زاد هذا وقته، هذا الموسم نتاعو نستغلوه. واش نعملوه زاد؟ لا لحم لا سكالوب لا حتى شي، باش تشوفوا الطريقة راهو يجي بنين. جربوه وما تندموش بحول الله تعالى، وتبعوا معايا أخواتي المراحل. إن شاء الله نكون خفيفة الظل عليكم، وإن شاء الله تكون نلتو مني الاستفادة. هذه خواتي الجلبانة متاعنا قطعنا لها راس بصل، قطعنا لها راس باهي متاع بصل، وباش نصبولها شوية زيت زيتونة. صبينا لها شوية زيت زيتونة، وباش نحطوها على نار بيضة، تتفاعل شوي مع بعضها، تتقلى شوي، ومن بعد نشوف شنو نعملهم مراحل اخرى. هاي اخواتي خدت وقتها في التقلية، البصلة ذابت. باش نزيدوها اللفاحات متاعها، عملنا بغير طماطم، شوية زيانة، شوية ملح، شوية زعفرة. خواتي الجلبانة راهي ما تحبش الطماطم، ننصحكم ما تكثروش بها الطماطم. الحبة ذاك تعملوها بطماطم كعب، وحتى طماطم كعب ما تحبش برشا. الجلبانة ماذا بيك تجي هكا هافته شوية، ما تجيش حامضة برشا، ما تجيش طعمها ياسر. خلوا الطماطم تاخذ وقتها باش تتقلى معاها شوية في البصل سيب ماه، الجلبانة سيبت ماه، وعملنا تسخينة من غادي باش من بعد نزيدوها ان شاء الله. هاهي اخواتي باش نزيدوها التسخينة اللي عملناها على جنب. كمية باهية باش طيب بنا الجلبانة بعقلها. وباش نعمل البروكلو قطعته، غادي نوريهولكم، وغسلته ومن بعد قطعته باش نحطه يفور على المرقة هذه. غادي نوريهولكم. هاو اخواتي البروكلو قطعناه على الشكل هذا، قطعناه وباش نحطوه يفور على الواحد. من حبيتش نغليه على جنب باش ما يتشبعش بالماء ويجينا مي. هو بطبيعته البروكلو فيه الماء، دونك ماذا بينا نفوروه في الطاجين. ماذا بينا باش نعملو طاجين نفوروه خير. وهاني فورته انا على الجلبانة، وان شاء الله نشوفوا من بعد المراحل الاخرى شنية مع بعض ان شاء الله. تفقدوا توا اخواتي البروكلو بتاعنا من القرطاء، السوكي كان القرطاء نحوه، وباش نلوحوا في المرقة شوية البسباس متاعنا قصيناهم بالطريقة هذه. وانتي والكمية متاع الجلبانة، انتي وكمية افراد، قبل ما تجيب الجلبانة بالكدا نضيفوا لها تريفة البسباس هذولا، ونخلوهم ياخذوا غلوين كيت. ومن بعد نشوفوا في المرحلة الثانية باش نزيدوها شوية فاح وقرين فلفل اخضر، وكي توقف على زيتها وتطيب ان شاء الله باش نحطوها ونمشوا توا نشوفوا اش باش نعملوا في الطاجين متاعنا. هذا خواتي هذا البروكلو متاعنا بعد لا فورناه عنو ناشف خليناه يبرد، ومن بعد باش نضيفوله اللفاحات متاعو اللي هي شوية بصل. انا نحب فيه البصل، سنينة ثوم، شوية كركم، شوية نعناع شايح، شوية ملح.
ونزيدوله شوية بعد شوية فلفل أكحل وشوية كمون، ونعملوله شوية زيت زيتونة دايرة هكا كادو بلاش، ونزيدوله أخواتي رشة كمون هكا شوية شوية، ونزيدوله رشة فلفل أكحل، من بعد نصب العظيمة بالعظيمة، هذه عظيمة عربي نحلها في نغسلها ونحلها في معون نشوفها صالحة لا شنو فيها، خاطر العظام العربي راهي رغم الدنيا باردة لمحالة تو ما ديما نحتاطو، ونخلط تو نكمل أخواتي العظيمات الأخرين كعبتين أخرين ونخلط ونشوفو مع بعضنا شنو باش نضيفلو آخر. كملنا أخواتي كما قلت لكم كعبتين عظام أخرين، هنا الكمية صغيرة عملت كيلو 3 كعبات عظام عربي. وأنا أخواتي باش نزيدلو قدر 3 مغارف خبز مبروش بايت مبروش، باش أنا نحب نعمله باش نضمن إنه بحول الله يجيني ملموع، ما باش نعمل فيه لا فرميج ولا حتى شيء، هذايا باش يجي نقولو حنا لك الناس ما فما ناس عندها حساسية من الحليب من الحليب المشتقات، أنا نلقولها الحلو وجربوا ما تندموش بحول الله يجي بنين ويجي ما شاء الله. هذا البلاطو نتاعنا الصاير دهنتو بالزيت ورشيت عليه دقيق قمح، تنجم فرينة تنجم سميد تنجم أي حاجة، وباش نصبو نخلط مليح هذا بالقدا وباش نصبو في الطاجين ونحطوه إن شاء الله في الكوشة نتاعنا. أخواتي خلطناه باهي العظام تكفي، تحبوا تزيدوه العظام زيدوه، أنا بالنسبة لي أنا هكا يكفي 3 كعبات، وباش نصبو توا في البلاطو نتاعو نسويه إن شاء الله ونحطو في الفرن نتاعنا. نشوفوه مع بعضنا إن شاء الله كي يكمل. هذه يا خواتي مريقتنا حضرت، باش نصبولها شوية ثوم، سنينة ثوم شوية رفاح معها شوية رفاح قبسي، أما شكون ما يعملهاش، أما أنا نحب مطعم الثوم نحب نعملها الثوم شوية رفاح قبسي، ونعملولها قرن فلفل اللي محلول كالعادة الوسط نحطوه ونخلوها هكاك ممتع ثواني، ونعملولها تيرة زيت زيتونة وخليل قدر عارفة، رشة فلفل أكحل قصوا عليها ونعمل رشة فلفل أكحل، الفلفل الأكحل مذابيك ميتيبش قص واعمل فلفل أكحل. راني خوتي وجبنا قصينا عليها الغاز باش نعملو كما قلتلكم قدر مغير ولا حتى أقل زيت زيتونة، هي ديجا مقدمة فيها زيت ونزيدو نعملولها شوية فلفل أكحل حسب الرغبة، ونحركوها خلوها ونغطوها ونخلو الفار يولي على القرن الفلفل هذاك يجي نشم هري ويسيب القوم تاعو في المرقة تاعنا، وإن شاء الله نشوفوها في مرحلة التقديم. هاو طاجين خواتي حضر خرجناه تو من الفور مازال سخون، نقسموه ونقدموه إن شاء الله مع الجلبانة. رجع بديت نقسم فيه هذا مازال سخون شوي، خلوه يبرد شوي إن شاء الله نشوفوه في مع صحن التقديم. هذا أخواتي غدانا وديتكم شهيتكم الجبانة بالبسباس، هاني طابت ما شاء الله ريحتها ما نحكيلكمش، لا فيها لحم ولا فيها دجاج. هذا الطاجين نتاعنا زادا لا 3 كعبات عظايم عربي، لا فيه جبونات ولا فيه حتى شيء، الحمد لله يا ربي. هذه سليطة عملناها زادا صحية سمحة، شوية سنارية مبروشة مع شوية بسباس مبروش زيناها بشوية زيتون، عصرنا عليها عصير عقارس، قطعنا عليها تلفات فجل. هذا وديتكم ومشاهيتكم، وإن شاء الله نتقابلوا في فيديوهات أخرى، وإن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. ما تنسوش الاشتراك والإعجاب إذا عجبكم المحتوى،
إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بحول الله تعالى.